السلام عليكم. انت تعرف ان اخطر عدوى لقطيعك ممكن تكون موجودة جوه العنبر؟ الايكولاي مش دايما بيجي من بره، دي بكتيريا طبيعية في امعاء الطيور، لكن المشكلة بتبدأ لما المناعة تضعف. اول ما الطائر يتعرض لاجهاد زي حرارة عالية او تهوية سيئة او عدوى فيروسية، الايكولاي بتتحول من بكتيريا عادية لمسبب مرضي خطير جدا، وتبدأ تدخل الدم وتعمل تسمم دموي. هتلاحظ أعراض زي خمول، ضعف النمو، نفوق عالي، وصعوبة في التنفس. وفي التشريح هتلاقي علامات مميزة زي التهاب الأكياس الهوائية وكبد عليه طبقة ليفية والتهابات في القلب. لكن الأخطر علميا إن بعض سلالات الأوكولاي بتفرز سموم داخلية. السموم دي بتعمل خلل في الدورة الدموية وبتأثر على كفاءة الأعضاء الحيوية زي القلب والكبد، وده السبب الحقيقي في سرعة تدهور الحالة وزيادة النفوق في العنبر. وكمان الأوكولاي يعتبر عدوى ثانوية في أغلب الحالات، يعني بيشتغل في وجود أمراض تانية زي النيوكاسل أو الالتهابات التنفسية علشان تضرب القطيع بشكل أقوى وأسرع. الحقيقة الأهم، الأوكولاي مش مرض لوحده، دي نتيجة لمشكلة أكبر في الإدارة. الحل الحقيقي هي الوقاية، تهوية كويسة، مياه نظيفة، علف عالي الجودة، وبرنامج تحصين قوي. الخلاصة، لو ظبطت الإدارة الأوكولاي مش هيكون مشكلة، ولو ظهر اعرف إن في خلل لازم يتصلح في العنبر فورا. ولو ظهر عندك أي مشكلة تقدر تتواصل معانا للدعم الفني على الأرقام الموضحة. وما تنساش لو استفدت من الفيديو تعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد.